انا مش عارف يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ الاهلي خرج من كاس مصر؟ هو الاهلي النهارده، يعني انا عايز اعرف الاهلي النهارده كان بيلعب بالناشئين؟ ده معظم الفرقه النهارده ولا نص الفرقه النهارده تمشي والله. يعني عندك اشرف داري موجود، شريف موجود، جراديشار، معظم اللعيبه الاساسيه موجودين بيلعبوا. نطلع من الكاس بالشكل ده؟ لا في حاجه غلط لازم الاهلي يعدلها. لا في لعيبه لازم تمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. هنسيب طبعا كأس الأمم كده مؤقتا بس، وخلينا كده نشوف النهاردة المفاجأة الكبرى. مفاجأة ايه؟ واحد يقول لي مفاجأة ايه يا عم؟ خروج الأهلي من كأس مصر على إيد المصرية للاتصالات. من 2007 2008 الاهلي ما طلعش من الكاس، من ساعه ما طلع تقريبا من المحل حاجه زي كده 2007 2008. لكن انا مش عارف يا جماعه النادي الاهلي ايه ده؟ ايه ده؟ ده النادي الاهلي؟ انا عايزك بس كده يا جماعه كده عشان ننشط بس كده الدنيا مع بعضنا، تضرب الفولو كده واعمل اللايك عشان الدنيا تتظبط معانا كده، عشان خاطر حبيبك واخوك يوسف اللي بيسعى دايما يجيب لك كل جديد في جديد، سواء بقى محلي عالمي ايا كان. يعني النادي الاهلي النهارده يا جماعه الشوط الاول مميز الحقيقه، طلع كسبان وعمل اداء كويس، وطاهر عمل اسيست رائع لعمر كمال ومتقدم وعمل كويس ماشي وعمل اداء كويس. لكن النهارده لو جيت بصيت على معظم اللعيبه في النادي الاهلي، زي لعيبه زي العش، زي عمر كمال، زي جراديشار، زي محمد شريف، معظم اللعيبه دي تمشي يا جماعه. معاهم اشرف داري كمان، يعني معظم اللعيبه النهارده، نص الفرقه كمان اللي بتلعب النهارده الماتش ده تمشي. انا مش عارف في ايه والله. دي لعيبه النادي الاهلي؟ مع احترامي طبعا كل التحيه والتقدير للفريق المصري للاتصالات، عمل ماتش عالمي. واللاعب مصطفى فوزي ده يا جماعه، شفنا النهارده الراجل جاب جونين، مفيش احلى واجمل من كده، بيتلاعب بدفاع النادي الاهلي في الشوط الثاني وفي الوقت الاضافي. يعني تخيل كده مين يكون نفسه اطول المفروض وانت مغمض عينيك كده؟ مين المفروض نفسه اطول النهارده وانت مغمض عينيك؟ المفروض لعيبه النادي الاهلي، عشان اللعيبه دي متمرسه على الاشواط الاضافيه او الاكسترا تايم. اللعيبه طبعا المفروض تكون متعوده على الحاجات اللي زي كده، ان انت بتلعب في النادي الاهلي. لكن اللعيبه المصريه للاتصالات بصراحه احييهم، فضلوا واقفين على رجليهم، كانوا بيبختوا النادي الاهلي ومسكوا كوره في بعض الاوقات في الماتش، وكانوا عاملين بصراحه اداء عظيم الحقيقه. لكن تيجي تبص على النادي الاهلي في حاله من الاسترخاء، في حاله من الغرور. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ انت بتلعب في دوره رمضان، دي بطوله كاس مصر زيها زي الدوري، بطوله مهمه، بطوله